أتمنى أي بنت شاهد هذا الفيديو تسمعني للآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. نادرا نادرا تتجاوزين 60 أو 70. أنت غسلوا لك مخك وأقنعوك إنه الدنيا هذه أحسن وأفضل من هذه اللي هي الآخرة. اختي اتقي الله سبحانه وتعالى. أي بنت متبرجة هي أصلا الآن تعاقب بتبرجها. نفتح القرآن الكريم على سورة طه: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. سيدنا آدم وأمنا حواء عوقب بالعري. وحتى في نفس السورة يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. بنات، إن العري صفة مذمومة في الدنيا وفي الآخرة. لن أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجة لا تشم حتى رائحة الجنة، مش لن تدخلها فقط، ولكن سأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فالعنوهن فإنهن ملعونات. واضح المعلومة، واضحة وصريحة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، سطر تحتها 1000 سطر. فبعد كل هذا أختي، إن كنت لا زلت تؤمنين بأن الحجاب في الإسلام هو سجن المرأة المسلمة، فأنت مطموسة الهوية ومغسولة الدماغ، وأسأل الله لك الهداية.